كاينين اساطير في المغرب كبرنا كنسمعوا بها من الصغر ديالنا، ولكن ما عمرنا وقفنا نسولوا راسنا منين جات. واش كانت غير حكايه باش يخوفوا بها الدراري الصغار، ولا ممكن يكون وراها اصل حقيقي؟ ومن بين اشهر هاد الاساطير كاينه وحده من اكثر الشخصيات اللي خلات المغاربه ما بين الفضول والخوف. كنهضروا على عيشه قنديشه. الاسم بوحدو كافي باش يخلق الرعب عند بزاف ديال الناس. كاين اللي كيسميها لاله عيشه مولات المرجه، وكاين اللي كيسميها عيشه السودانيه اولا عيشه القناويه. ولكن السؤال اللي محير الناس هو واش عيشه قنديشه كانت فعلا مرة حقيقيه، ولا كانت من الاول غير اسطوره شعبيه متعلقه بالماء وبالجن وبالليل؟ باش نفهموا هاد القصه خاصنا نبداو من جوج روايات، روايه كتشدنا للتاريخ وروايه كتدخلنا لعالم الاسطوره والخوف. الروايه الاولى كتقول ان عيشه قنديشه كانت مراه حقيقيه عاشت في واحد المرحله صعيبه من تاريخ المغرب. هذه المرحله كانت في زمن التوسع البرتغالي على السواحل المغربيه، تقريبا في القرن الخامس عشر. البرتغاليين بداو كيدخلوا لبعض المدن والموانئ المغربيه، وقعت مواجهات كثيره بينهم وبين المغاربه. حسب هذه الروايه عيشه قنديشه كانت من اصول اندلسيه او موريسكيه، وجات من عائله نبيله، ويقال ان البرتغاليين او شردوا الاهل ديالها. ومن هنا حياتها تبدلات، ما بقاتش غير امراه عاديه، ولات امراه عندها هدف واضح، الانتقام والمقاومه. كتقول الروايه انها تعاونات مع الجيش المغربي، ولات كتواجه جنود الاحتلال بطريقه ما كانتش مألوفه. ما كانتش كتواجههم فقط بالسلاح، كانت كتستعمل الذكاء، وكانت كتستغل انها امراه جميله باش توقع بعض الجنود في الفخ. كانت كتجرهم لاماكن معزوله بحال الودان والمستنقعات، وفي ديك البلاصه كيتعرضوا لهجوم المقاومين. هاد الطريقه خلات البرتغاليين يخافوا منها بزاف، وبقاو كيهضروا عليها بحال شي حاجه ماشي طبيعيه. بعض الروايات تقول انهم سموها عيشه قنديشه كونديسا او كونيتسا، يعني السيده الاميره او النبيله، ومع الوقت الاسم ديالها تبدل في الالسنه ولا عيشه قنديشه. ومن هنا كتبدا الفكره الاولى، يمكن عيشه قنديشه ما كانتش جنيه، يمكن كانت مقاومه مغربيه، والناس اللي خافوا منها حولوها الاسطوره. ولكن الروايه الثانيه مختلفه تماما. الروايه الشعبيه اللي كيعرفوها بزاف ديال المغاربه كتقول ان عيشه قنديشه ماشي امراه عاديه، هي كائن غامض كيبان غالبا في الاماكن الخاويه، خصوصا قرب الماء، قرب الويدان، قرب العيون، قرب المستنقعات، قرب المرجه. ولهذا كيسميوها بعض المناطق عيشه مولات المرجه. وهذا الارتباط بالماء مهم بزاف، حيت في الخيال الشعبي الماء بالليل ماشي بحال الماء بالنهار. في النهار الوادي تقريبا عادي، ولكن بالليل الصوت ديالو كيولي غريب، الريح كدوز ما بين الحشائش، الظلام كيغطي كلشي، واي حركه صغيره كتخليك تحس ان شي حاجه كاينه تما. وهنا فين كيدخل الخوف. الروايات الشعبيه كتقول ان عيشه قنديشه كتظهر غالبا في شكل امراه جميله، امراه جمالها قوي وصوتها هادئ، ووجودها كيقدر يشد الرجال بلا ما يحسوا. كتبان ليه في طريق خاوي ولا حدا واد ولا حدا بلاصه بعيده على الناس. في الاول كيبان الامر عادي، غير امراه واقفه بوحدها، ولكن ملي كيقرب كتبدا الحقيقه تبان. كاين اللي كيقولوا ان وجهها جميل بزاف، ولكن الرجلين ديالها ماشي ديال الانسان، الرجلين ديالها بحال الرجلين ديال الماعز، ولا بحال الرجلين ديال الجمل، ولا بحال الحوافر ديال البغل، حسب كل منطقه وكيفاش كتحكي الاسطوره. وهنا كاين السر ديال الرعب، هي كتبان بشر ولكن ماشي بشر كامله، كتخليك تشك واش اللي قدامك مراه ولا شي حاجه خدات الشكل ديال المراه. في بعض الروايات عيشه قنديشه كتغوي الرجال، خصوصا اللي كيمشيو بوحدهم بالليل، كتخلي الواحد يتبعها بلا ما يحس، كيكون عارف من الداخل بلي الطريق ماشي امن، ولكن ما كيقدرش يرجع، بحال الا شي قوه كتجرو. كل ما مشى موراها كيبتعد على الناس، يبتعد على الضوء وعلى الامان، ومن بعد كيوصل للبلاصه ديالها. وهنا كتختلف الروايات، كاين اللي كيقول انها كتخليه يفقد عقله، كاين اللي كيقول انها كتاديه، وكاين اللي كيقول ان اللي تبعها ما كيرجعش كيف كان. ولكن المهم في هاد الروايات كاملين هو ان اللقاء بها ما كيساليش مزيان. كيقولوا ان عيشه قنديشه كتخاف من النهار، الفكره انك ممكن تشوف شي حاجه زوينه وتظن انها عاديه، ولكن ملي تقرب تكتشف انها خطر. ومن جهه اخرى كاينين باحثين حاولوا انهم يفسروا الاسطوره من الناحيه الانثروبولوجيه. بعضهم ربط عيشه قنديشه بمعتقدات قديمه كانت موجوده عند شعوب البحر الابيض المتوسط، كاين اللي ربطها بفكره الهه قديمه مرتبطه بالماء والجمال والخصوبه والانوثه بحال عاشار اللي كانت معروفه في بعض الحضارات القديمه. الفكره هنا هي ان الاسطوره ممكن تكون قديمه بزاف، ممكن تكون في الاصل كانت مرتبطه بمعتقدات قديمه حول الماء والمراه والقوة، ومن بعد مع مرور الوقت تبدل المعنى ديالها، ولات في الخيال الشعبي كائن مرعب مرتبط بالجن. وهادشي اللي كيوقع في بزاف ديال الثقافات، شخصية قديمة كتبدا بمعنى ومن بعد قرون المعنى ديالها كيتبدل، كل جيل كيزيد عليها حاجة، وكل منطقة كتبدل فيها شوية. ولهذا كنلقاو عيشه قنديشه عندها بزاف ديال الاسماء وبزاف ديال الاوصاف. في منطقة كتكون امرأة جميلة، في منطقة اخرى كتكون عجوز مخيفة، في حكاية كتكون مولاة المرجة، في حكاية اخرى كتكون قريبة للبحر، مرة كتأذي الرجال، ومرة اخرى كتدخل ما بين الزواج وكتخلق لهم المشاكل. هذا الاختلاف ما كيضعفش الاسطوره، بالعكس كيقويها، حيت كيخليها قريبه من كل منطقه
ومن الناس كاملين. كل واحد كيقدر يقول حتى حنا عندنا حكايه عليها. حتى في الفن والادب عيشه قنديشه دخلت بقوه، ما بقاتش غير حكايه كتحكى بالليل، ولات مصدر الهام للروايات، الافلام والمسرح. كاينه روايه عيشه قنديشه لمصطفى الغتري اللي استلهمها من الاسطوره المغربيه. الاسطوره كتدور على مجموعه ديال الاشخاص كيتلاقاو في المقهى وكيهضروا على عيشه قنديشه ما بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء في الخيال الشعبي وقت غريب، النهار سالا والليل يلا كيبدا، الناس كتدخل ديورها والضو كيضعف والقصص كتولي عندها طعم اخر. في الروايه الشخصيات مثقفه ومتعلمه، ولكن مع ذلك الاسطوره باقا حاضره في الكلام ديالهم. وهادشي اللي كيبين ان عيشه قنديشه ماشي غير الحكايه ديال الناس البسطاء، حتى الناس اللي قراو وتعلموا كيسمعوا الاسم وكيخافوا حتى هما. كاين حتى الروائي الغازي القصيبي اللي كتب روايه الجنيه وفيها شخصيات جنيه سميتها عيشه قنديشه، وهذا دليل ان الاسطوره خرجت من المغرب ولات معروفه حتى في خيال كتاب اخرين. ولا شفنا ثقافات اخرى غادي نلقاو اساطير قريبه منها. في مصر كاينه النداهه ولا النداهه، امراه كتظهر في البوادي ولا قرب الماء وكتعيط للرجال بالسميه ديالهم. في الخليج كاينه ام الدويس ولا ام دويس، وفي اليابان كاينه اسطوره المراه ذات الفم الممزق. طبعا كل اسطوره عندها التفاصيل ديالها، ولكن كاينين نقاط مشتركه: امراه غامضه، مكان خاوي، ليل، جمال او رعب، وشخص كيتبعها حتى كيوقع في المشاكل. وهنا خاصنا نطرحوا واحد السؤال: علاش بزاف ديال الشعوب عندهم بحال هاد القصص؟ يمكن ان الانسان عنده خوف قديم من المجهول، وخصوصا المجهول اللي كيجي في شكل جذاب، حيت الخطر اللي باين خطر سهل انك تهرب منه، ولكن الخطر اللي كيبان زوين هو اللي كيكون اخطر. عيشه قنديشه بقات حيه في الاساطير المغربيه لانها كتجمع بزاف ديال المخاوف في شخصيه واحده: الخوف من الماء بالليل، الخوف من الامراه الغامضه، الخوف من الطريق الخاوي، والخوف من انك تتبع شي حاجه بلا ما تعرف علاش، والخوف من الاسطوره اللي ممكن تكون فيها جزء من الحقيقه. وهنا كنرجعوا للروايات التاريخيه. الا كانت عيشه قنديشه فعلا مقاومه حقيقيه، اذا القصه كيولي عندها معنى اخر. يمكن مراه قويه حاربت الاحتلال والعدو خاف منها لدرجه انه نشر عليها حكايات غريبه، ومن بعد ناس اخرين زادوا عليها تفاصيل الجن. يعني ممكن ان الحقيقه تكون بدات بمراه عاديه وسالت باسطوره، ولكن ممكن حتى العكس، ممكن الاسطوره كانت موجوده من قبل ومن بعد الناس ربطوها بمراه مقاومه باش يعطوها اصل تاريخي. وهذا الاحتمال حتى هو وارد، حيت بزاف ديال الاساطير كتخلط ما بين التاريخ والخيال، ومع مرور الوقت كيولي صعيب تعرف شنو وقع فعلا وشنو تزاد من عند الناس. ولكن هذا هو السبب اللي كيعطي العيشه قنديشه القوه ديالها. ما كاينش جواب واحد، كاين غموض، والغموض هو اللي كيخلي الحكايه تعيش. الا عرفنا كل شيء الاسطوره كتفقد جزء كبير من القوه ديالها، ولكن ملي كيبقى السؤال مطروح كتستمر: واش هي مراه حقيقيه؟ واش هي جنيه؟ واش هي رمز شعبي؟ واش هاد الحكايه خلقوها الناس باش يخوفوا الرجال من الخروج بالليل، ولا هي هادشي كامل مجموع؟ بالنسبه لي اللي كيخلي عيشه قنديشه مثيره ومخيفه في نفس الوقت ماشي غير الشكل ديالها ولا الحكايات اللي كتقال عليها، اللي كيخليها قويه هي انها عاشت في ذاكره المغاربه القرون. كل جيل سمع عليها وكل واحد عنده نسخه مختلفه. كاين اللي سمع انها كتبان حدا الواد، وكاين اللي سمع انها كتبان حدا المرجه، كاين اللي كيعرفها من قصص الجدات، وكاين اللي كيعرفها من الكتب والروايات. وهادشي اللي كيخلينا اننا نعرفوا ان الاسطوره ماشي مجرد كذبه. اليوم ملي كنسمعوا الاسم ديال عيشه قنديشه ممكن نضحكوا ونقولوا انها مجرد خرافه، ولكن نفس الاسم الا تقال بالليل قرب الواد ولا في طريق خاويه غادي يكون عنده احساس اخر. وهذا هو السر. كاين الفرق ما بين انك تسمع اسم الاسطوره بالنهار وما بين انك تسمعه بالليل. بالنهار كتكون قصه، اما بالليل كتولي احتمال، وهذا الاحتمال هو اللي كيخلع. اذا عيشه قنديشه ماشي مجرد شخصيه مرعبه، هي وحده من اشهر رموز الخوف بالمغرب، بين التاريخ والاسطوره، بين المقاومه والجن، بين المراه الحقيقيه والمخلوق الشعبي، بين الحقيقه والخيال. يمكن ما عمرنا نعرفوا الجواب النهائي، ولكن ممكن يكون هذا هو السبب اللي خلى الاسطوره تعيش. حيت بعض الاساطير ما كتعيش غير لانها صحيحه، كتعيش لانها كتخلينا نسولو، كتخلينا نتخيلوا، وكتخلينا نخافوا من الاشياء اللي ما كنقدروش نشرحوها. وفي النهايه السؤال اللي كيبقى هو: واش عيشه قنديشه كانت مقاومه حقيقيه ظلمها التاريخ وحولوها الناس للجنيه، ولا كانت اسطوره قديمه والمغاربه عطاوها قصه باش يفهموها، ولا ممكن تكون بجوج بهم في مره واحده؟ بالنسبه لي اكثر حاجه كتخلع في هذه القصه هي ان الاسم ديال عيشه قنديشه باقي حاضر حتى لهذا النهار، ماشي لانها بانت لينا ولكن لانها بقات في الخيال ديالنا. وهذا الشيء بوحدو كافي يخليها وحده من اقوى الشخصيات الشعبيه المغربيه، الاساطير المغربيه. الا عجبك الفيديو دير لايك وخلي تعليق، كتب لي في لي كومونتير على من تبغي ندويو في الحلقه الجايه. هادشي اللي كاين، تهلاو.